السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض اللحمة المستوردة، وهنعمل لها تسبيكة وتتبيلة جميلة جدا. هناكلها كأنها قريبة من اللحمة البلدي بالتتبيلة الجميلة هنعملها مع بعض. النهاردة معايا لحمة هندي. احنا عملنا قبل كده اللحمة اللي هي المستوردة بكل أنواعها. النهاردة هنعمل مع بعض لحمة الهندي وهنشوف نعملها ازاي. طبعا اللحمة الهندي يا جماعة بتيجي من عند اللحوم المجمدة، بتكون لحمة مجمدة. بنجيبها من عند المحل أو الراجل هو بيبيع لحمة مجمدة. بتكون طبعا جاية كتلة مع كتلة كبيرة، أو هو ممكن يقطعها لنا. طبعا هنستخدمها، لا بنحط عليها خل ولا نحط عليها ميه ولا حاجه. بنسيبها طبعا، هي لو مجمده بنسيبها تنزل ميتها او الدم بتاعها خالص، وبعد ما تفك خالص بنقطعها ونشطفها تشطيفه حلوه. نبدا نسلقها على طول. هنمشي معاكم خطوه خطوه كده. ادي اللحمه اهيت، طبعا لحمه مجمده اهيت. دي لحمه هندي، فخده خلفيه من الذبيحه. طبعا الراجل بيبيع اللحوم المستوردة بيكون طبعا كل كرتونة مكتوب عليها في طبعا فخذ، في سن، في كتف، في أمامي، في خلفي. كل حاجة طبعا مكتوب على الكرتونة. دي النهاردة معايا لحمة هندي اللي هي وش الفخذ من ورا، الفخذة الخلفية يعني. بنجيب اللحمة ونبدأ نقطعها قطع، طبعا حوالي عن القطعة تقريبا نص كيلو، عشان طبعا بنسويها زي ما هي، وبعد ما تستوي بنقطعها ونشكلها تاني زي ما احنا عايزين. بنقطع الكمية كلها ونبدأ نغسلها بخل ومية ونحطها في الشوربة، ونحط عليها ورق لورا وحبهان وفلفل وبصل وطماطم، زي كالعادة زي ما احنا بنسلق اللحمة عادي. ونحط عليها بهاراتها فلفل أسمر وكمون وكزبرة ناشفة، وتبدأ تستوي. وفي الآخر خالص بنضيف الملح زي ما كل مرة بنقول. اللحوم المستوردة أو أي لحوم ما بنضيفش الملح على بعد ما تستوي خالص، نبدأ نضيف الملح وعلى طول نبدأ نشيلها من الشوربة. بعد ما نسيبها شوية في الشوربة كده، نسيبها حوالي عن ربع ساعة أو نص ساعة في الشوربة، بنطلعها على طول ونبدأ نشيلها ونسيبها تبرد. وبعد كده بنقطعها طبعا القطع اللي احنا عايزينها، عشان طبعا بنفردها في الصاج ونعمل لها تتبيلة وندخلها الفرن على طول. يبقى اهم حاجة ان احنا بعد ما اللحمة تستوي بنسيبها شوية في الشوربة، بنطفي عليها نسيبها شوية في الشوربة حوالي عن ربع ساعة في الشوربة، ونبدأ نطلعها. وبعد ما نضيف لها الملح بتاعتها ونطلعها كده بنضمن ان هي استوت 100%، وتكون طبعا جوسي، ما تكونش ناشفة ولا حاجة، وتكون زي ما نقول كده بتكون دايبة، ما تكونش ناشفة. اهم حاجة اللحمة تستوي ويلدن، تستوي كويس، ما نسويهاش تلات ارباع سوا ولا حاجة. لا، هوريكم دلوقتي اللحمة اهيت، شايفين فتت معايا اهيت. لحمة جميلة جدا كويسة اهيت، واحد يدوب يضغط عليها بتدوب على طول. وطبعا مش هنسيبها ان هي لغايه لما تتهري، لازم تكون طبعا يعني مستويه تسويه كويسه. بنقطعها طبعا شرايح زي ما احنا عايزين، ونبدا نرصها في صاج مدهون زيت، ونحضر لها التتبيله زي كل مره بنقول. حل على النار، شويه زيت، بنحط عليهم بصله على توم ما تتحمر كده. بعد كده بننزل عليهم ب طماطم معصوره، على برطمان صلصه، ونبدا نضيف البهارات بتاعتنا. ادي الصلصة هي اتسبكت كده على النار، نبدأ نضيف البهارات بتاعتنا. بنضيف مثلا فلفل أسمر، شوية كمون صغيرين، شوية شطة، وشوية ملح سعودي، وكزبرة ناشفة، وملح أو بهار لحمة. والملح طبعا نظبط الملح بتاعها، ونبدأ على طول نرش على اللحمة التتبيلة ديت. التتبيلة نرشها على الوش كده، ونظبط التتبيلة او نكترها شوية عشان طبعا اللحمة ما تنشفش مننا. دي طبعا نضمن اللحمة تطلع طعمها جميل جدا وتطلع جوسي. واهم حاجة طبعا بندخلها الفرن، بتكون النار عالية شوية، ما تكونش النار هادية. لازم النار تكون عالية شوية عشان اللحمة ما تنشفش. يدوب تاخد وش على طول كده، بنطلعها على طول. وهنعمل لها النهاردة ريحة الفحم.
اللحمة هنعمل لها ريحة فحم. هنشوف مع بعض ازاي نعمل ريحة الفحم. طبعا اللحمة الهندي يا جماعة لحمة تمتاز ان هي رخيصة في الثمن شوية. النهاردة الكيلو مثلا يعمل 70 جنيه، و يعني ارخص من اللحمة البرازيلي هي، وكويسة مش وحشة يعني. حد لو يعني حد مزنوق ولا حاجة بتقضي المصلحة وبتمشي وتكون جميلة. بس أهم حاجة زي ما قلنا تطبخ صح زي ما قلنا. ولو في كمية بنجيبها، ما نحطش ملح وما نحطش خل ولا مية ولا حاجة في الأول. لازم نسيبها الأول تنزل تفك على مهلها خالص. بعد ما تفك قبل ما ندخلها على النار على طول نغسلها بخل وشوية مية ونحطها في مية مغلية. لازم تكون مية بتغلي، ونحط لها بهاراتها والبوكيه جرنيه بتاعها اللي هو البصل والفلفل والطماطم، ونسيبها لغاية لما تستوي خالص. وعلى طول قبل ما أو بعد ما تستوي نضيف لها الملح بتاعها، ونسيبها في الشرب حوالي عن نص ساعة أو ربع ساعة عادي، ونبدأ نشيلها خالص من الشوربة. وزي ما قلنا بنطلعها تبرد ونقطعها انواب او طرنشات زي الكمية اللي احنا عايزينها. وطبعا ديت زي ما بيسموها كده لحمة الغلابة، او حاجة اهي بتقضي الغرض. ولو في طبعا حد مزنوق ولا حاجة او عايز يمشي ليلته بتكون طبعا جميلة. لو اتطبخت صح بتكون مية مية. ادي دخلت الفرن اهي. بعد ما تطلع من الفرن على طول بنجهز لها حتة فحمة صغيرة، ونبدأ نرش حبة زيت على الفحمة، ونبدأ نغطي الصاج كويس. تاخد طبعا من ريحة الفحم، يكون طعمها جميل زي التتبيل اللي احنا عاملينها. ديت كانت حلقة سريعة كده، قلنا مع بعض نتعرف على اللحوم الهندي. اهم حاجة يا جماعة نشتري منه اللحمة يكون واحد مضمون. الشركة نفسها تكون مضمونة اللي هي بتاعت اللحوم. وان شاء الله هناكل حتة لحمة حلوة. يا ريت اللي شاف الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة، وما تنسوناش من صالح دعاكم. كان معكم الشيف سامح عبد الفتاح. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.